السلام عليكم. اليوم السلطة مختلفة شوية. أول حاجة غادي نوجد المكون الرئيسي ديالها. غنحتاج بيضة، شوية ديال الملحة، شوية ديال السودانية، شوية ديال الكمون، وشوية ديال المعدنوس طري، وشوية ديال الثومة بودرة، ونضيف عليها الدقيق حتى يولي عندي القوام ديال البيني. وغادي ناخد الشيفلور اللي سلقته شوية نص سلقة، وغادي نديرو فيه نغطسو فيها، ونديرو في الطحين اللي خلطت معاه واحد المعلقة ديال النشا، ونحصل على واحد الشيفلور مقرمش من بعد ما قليته في الزيت. بلاش عرفتوا السلطه ديالاش السلطه ديال الشيفلور المقرمش. اول حاجه غادي نفرش الخس اللي غسلته مزيان ونشفته وقطعته على شكل شرائط، وغادي نوزع فوق منه بالتتابع الشيفلور وطوماط سوريز والبصله، ونزينه في الاخير بدوائر ديال الفجل. اما بالنسبه الصلصه المعتاده الزيت والخل والملحه والزعتر، كدار في اخر لحظه باش ما يدبلش الخس.